شاهد هذه الفضيحة. النظام العسكري الحاكم بالجزائر يعطي مليار دولار من أموالنا لجنوب إفريقيا، والشعب الجزائري المقهور يمنع عليه عبوات الزيت من 5 لترات، والسميد في أكياس 25 كيلوغرام، وذلك لثمنها الأقل مقارنة مع أثمنة التقسيط رغم عائدات الغاز والبترول. لماذا لا تراعي الحكومة للمواطن الجزائري الضعيف وتخفف من معاناته بشكل حقيقي، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان حيث تتزايد فيه المصاريف وتكثر فيه المشتريات الغذائية، خصوصا أن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة لا تخدم ولا تحمي سوى موزع الزيت وأصحاب المطاحن ليزيدوا في ثروتهم، في حين أن الشعب الجزائري المقهور يئن في صمت. هناك إجراءات تم إقرارها من طرف السلطات العمومية، وهي تعليق توظيف نتاع مادة السميد في الأكياس تاع 25 كيلو